وفي النهاية يا صديقي عرفنا في الفيديو ده مين هم الحشاشين وازاي نشأوا وامتى نشأوا ومين هو منشئهم اصلا يا صديقي وليه تسموا بالاسم الغريب العجيب ده، وعرفنا كمان ايه مذهبهم وازاي كانت نهايتهم بطريقة مرعبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي عامل ايه؟ سمعت قبل كده عن الحشاشين يا صديقي؟ تقول لي ايوه يا عم منتشرين في كل حتة وعلى القهاوي وامتي يعني تحت البيت. اقول لك لا يا صديقي مش دول. الحشاشين اللي انا قصدي عليهم دي طائفة من الناس مرعبة، كانوا بينفذوا الاغتيالات بالطريقة اللي هم عاوزينها وفي الوقت اللي هم عاوزينه للشخصية اللي هم عاوزينها. كانوا بيطيعوا سيدهم طاعة عمياء وعلى استعداد ان هم يضحوا كل حاجة في حياتهم من اجل ارضاء السيد ده. اغتالوا شخصيات بارزة، وزراء وامراء وملوك، انتشرت حواليهم كتير من الاساطير والخرافات، وده بسبب نهايتهم المرعبة. مين هم الحشاشين يا صديقي وامتى نشأوا وازاي نشأوا ومين هو منشئهم اصلا وايه هي نهايتهم اللي كانت سبب اخفاء معلومات كتيرة قوي عن الطائفة دي؟ وهو ده موضوع فيديونا النهارده يا صديقي. تابع الفيديو للنهاية، ما تنساش اللايك والاشتراك وتصلي على النبي. يلا بينا يلا بينا. اتولد حسن الصباح سنة 444 هجرية. شايف يا صديقي حتى التاريخ بتاع الولادة بتاعته مميز. المهم حسن الصباح كان على المذهب الشيعي الاثنى عشري، بس لما كبر شوية قابل الداعية عبد الملك العطاش واللي دعاه للمذهب الإسماعيلي واقنعوا بيه، وبالفعل حسن الصباح من الوقت ده بقى على المذهب الإسماعيلي. ولو مش عارف ان هم الإسماعيلية يا صديقي وهو المذهب الإسماعيلي فاحنا الحمد لله عندنا فيديو في القناة بنشرح لك فيه يا صديقي من هم الإسماعيليين. المهم الحسن الصباح كان عنده مزاج كتير قوي وكان ذكي جدا، كان عنده مهارات زي الإقناع والخطابة واللي كان فيهم غير عادي. كان بيفهم في علوم زي الفلك والفلسفة والرياضيات وحاجات تانية كتير يا صديقي. اتقال عنه يا صديقي اللي هو تعين في بلاط الحاكم السلجوقي ملك شاه. بس في الوقت ده يا صديقي كان في وزير عند ملك شاه اسمه نظام الملك، حس ان حسن الصباح ده ورا لوش كتير وان هو مش مظبوط. فلما حسن الصباح عرف كده راح سابهم وراح بقى على فين يا صديقي؟ ايوه راح على مصر. مصر في الوقت ده يا صديقي كانت على المذهب الإسماعيلي لأنها كانت تحت حكم الدولة الفاطمية، فهو راح في عهد واحد اسمه المستنصر بالله حوالي سنة 471 هجرية. راح هناك وتقرب من الخليفة الفاطمي، بس لما بدر الدين الجمالي الوزير حس إن حسن الصباح بيهدده في منصبه راح قبض عليه وأمر إن هم يرسلوه للمغرب. بس فعلا يا صديقي والمثال فعلا في الوقت ده بقى واقعي، لأن فعلا جات الرياح بما لا تشتهي السفن. الرياح ودت حسن الصباح للشام وفجأة لقى نفسه في عكا. فحسن الصباح كالعادة صديقي ما وقفش وبدأ ينشر مذهبه الإسماعيلي على أوسع نطاق من تحت لتحت، وفجأة تحول المذهب الإسماعيلي على يد حسن الصباح من قاعدة صغيرة لجماعة ليهم قائد يفدوه بأرواحهم لو هو احتاجها ويطيعوه في كل أمر مهما كان. فحسن الصباح زي ما قلنا يا صديقي بدأ ينشر مذهبه، فجه في مرة من المرات ودعا مؤذن لمسجد، وزي ما انت متوقع يا صديقي المؤذن ده ما استجابش لحسن الصباح. فراح حسن الصباح عمل يا صديقي أمر الناس انهم يقتلوا، وبالفعل اغتالوا مؤذن المسجد ده، وكان اول اغتيال في طائفة الحشاشين مش هيبقى الاخير يا صديقي. المهم نظام الملك بقى لما شاف حسن الصباح كده عامل لوش وشكله مش هيسكت بعت حملة كاملة عشان يجيبوا راس حسن الصباح. بس حسن الصباح طبعا قال ايه ما يوجع دماغه ليه، راح بعت واحد من الفدائيين اللي معاه ودب الخنجر في قلب نظام الملك، وده كان اول اغتيال كبير يا صديقي وبرضه مش هيبقى الاخير. بعد حوالي 35 يوم يا صديقي من استشهاد نظام الملك مات ملك شاه وبدأت الدولة السلجوقية تضعف. فبدأ حسن الصباح ينتهز الفرصة واستولى على قلعة ألموت، معناها صديقي عش النسر، وفعلا كانت عش ومنبع لكتير من الاغتيالات بعد كده. لكن يا صديقي السلطان محمد السلجوقي كان مش عاجبه الوضع وبدأ يحاصر قلعة ألموت لدرجة ان هم اكلوا حشيش الارض من الجوع. وهنا نيجي لنقطة مهمة جدا يا صديقي، ليه تسموا الحشاشين؟ في قصة منتشرة يا صديقي حكاها الرحالة ماربولو ان هو كان حسن الصباح بيخدر اتباعه وبعد كده بيدخلهم على حديقة فيها انهار عسل وانهار لبن وانهار مية وحور عين وجنة، خد اوصاف الجنة بالظبط وحطها فين؟ وحطها في المكان ده. فكان بيخدر اللي عاوز يطلب منه طلب يا صديقي ويدخله على المكان ده، وبعد كده يخدره تاني ويلاقي حسن الصباح مرة واحدة في وشه فيطلب منه طلب اللي هو عاوزه ويقول له لو نفذته ادخلك الجنة دي ولو مت فالملائكة هيشيلوك ويدخلوك الجنة. بس انا عاوز اصدمك يا صديقي ان القصة دي فيشنج مش حقيقية اصلا، وده لكذا سبب يا صديقي. اول حاجة ان الحشاشين انتهوا تقريبا سنة 654 هجرية وماركو بولو اتولد سنة 652، فكان عنده سنتين فلح امتى يخش القلعة، واصلا كانت نهاية القلعة دي نهاية مرعبة ما قدرش حد بعد ما انتهت الطائفة يخشها تاني. وهتعرف ليه يا صديقي شوية.
واتقال برضه يا صديقي ان هم اتسموا الحشاشين وهي كلمه محرفه من كلمه حساسان اللي هو جمع حسن، يعني مش عارف ايه يعني، فحساسان بقت حشاشان بقت حشاشين. واتقال برضه يا صديقي ان هي كلمه من كلمه عساسون اللي هم العسل الصديقي اللي هو بيبات بالليل يحرس الحصن بتاعه، وفجاه اتحولت لحشاشون، بعد كده بقت حشاشين. بس عاوز اصدمك تاني يا صديقي واقول لك ان كل الاسماء دي معلهاش اي دليل. فسواء يا صديقي اتسموا الحشاشين عشان هم كانوا بيشربوا ويتسطلوا بالحشيش، او لانهم اكلوا الحشيش بتاع الارض بسبب حصار السلطان محمد، او محرفه من كلمه حساسان او من كلمه عساسون، فهم في النهايه يا صديقي بقت حشاشين. والله يصدمك يا صديقي ان هم حاولوا يغتالوا شخصيه من اهم الشخصيات في التاريخ الاسلامي كله، الا وهي صلاح الدين الايوبي. فجاه يا صديقي هو صلاح الدين في المعسكر بتاعه طلع على واحد وطعنه طعنه، لكن الحمد لله نجا منها واتقتل الفدائي في ساعتها. بس هل حاشين يسكتوا؟ لا، طلع له واحد تاني في نفس المره وحاول يطعنه، ومره التالت طلع له، والرابع طلع له، ولكن الحمد لله نجا منهم كلهم يا صديقي. فهل الحشاشين يسكتوا يا صديقي؟ انت تعرف عنهم كده؟ ما تعرفش ولا انا برضه اعرف يا صديقي. ففجاه صلاح الدين هو قاعد في المعسكر بتاعه دخل على واحد وقال له انا جايب لك رساله، بس السلطان بتاعي والسيد بتاعي قال لي ما تقراش على صلاح الدين الا وهو لوحده. فلما تفتش وضمن صلاح الدين ان هو معهوش اي اسلحه، امر ان المجلس يتفضل. وفعلا كان ما فيش في المجلس الا صلاح الدين ومملوكين معاه واقفين على راسه، ومش على راسه يا صديقي، هنا واقفين على راسه بجد، واقفين يعني واقفين وراه يعني. المهم فراح الراجل ده قال لصلاح الدين لا، انا السيد بتاعي قال لي ما تقراش الرساله الا وانت وهو لوحدكم مش معاكم اي حد. راح صلاح الدين رد عليه وقال له لا، عاوز تقراها عليا اقراها، دول ما بيفارقونيش وانا بعتبرهم زي اولادي. ففجاه الراجل ده قال للمملوكين لا قلت لكم اقتلوا صلاح الدين باسم سيدكم تعملوا كده؟ فراح استجابوا الامر وطلعوا السيوف بتاعتهم ووجهوها ناحيه صلاح الدين. ودي كانت رساله قويه جدا اللي احنا نقدر نوصل لك في اي لحظه. بس الحمد لله صلاح الدين نجا من الاغتيال ده. ومن الوقت ده صلاح الدين طلع حمله قويه جدا عشان يقضي على الحشاشين، لدرجه ان القائد بتاعهم بقى عاوز يتصالح مع صلاح الدين. فصلاح الدين قبل الصلح بس طلب منهم ان هم يقتلوا ريتشارد قلب الاسد وملك بيت المقدس. وبالفعل هم قتلوا فعلا ملك بيت المقدس، بس قالوا احنا لو قتلنا ريتشارد قلب الاسد صلاح الدين هيفضلنا، فتراجعوا عن المحاوله دي. ونيجي للحظة المهمة يا صديقي، لحظة انتهاء الطائفة دي. تتخيل معايا كده يا صديقي مين اللي قدر ينهي على طائفة الحشاشين؟ ايوه يا صديقي، هم مفيش غيرهم المغول. هولاكو طلع بأمر من أخوه الخان الأعظم من كوخان. وبالمناسبة يا صديقي في سلسلة عن المغول على قناتنا على الواتساب، بص كده لو عاوزنا نعمل لك صوتية يا صديقي فابن العندي قبل العندي. المهم يا صديقي هولاكو طلع على الشرق، وكان الحسنة الوحيدة اللي عملها في حياته هو إنه قضى على طائفة الحشاشين. بس مش أي قضاء يا صديقي، ده دمرهم تدمير كبير قوي، وبعت القائد بتاعهم في الوقت ده لمنكو خان عشان يقتله في منغوليا. وهو يا صديقي عمل حاجة غير متوقعة من الناس العادية، بس حاجة متوقعة جدا ومعروف عنها في تاريخ المغول، وهو إنه حرق قلعة ألموت تماما، محاها من على الوجود يا صديقي. وهو ده السبب يا صديقي إن في معلومات كتيرة قوي ما نعرفهاش عن الطائفة دي. فالحشاشين يا صديقي ما كانوش طائفة عادية، دول ناس قتلوا نظام الملك وقتلوا أحد الخلفاء العباسيين، وحاولوا يقتلوا صلاح الدين، ونفذوا كتير من الاغتيالات بطريقة كانت في الوقت ده محدش يتخيلها. نشروا الرعب في قلوب الناس على مدار قرابة 3 قرون، وكانوا في حصنهم ألموت محدش يقدر يوصل لهم. ولكن يا صديقي زي ما انت عارف ان دوام الحال من المحال، وبالفعل انتهت أسطورة الحشاشين في بلاد فارس. لكن فضلت يا صديقي شوية في بلاد الشام، واللي قضى عليهم هو الظاهر بيبرس. هو والمماليك عملوا معاهم سليمة وقضوا تماما على طائفة الحشاشين، ومن هنا انتهت أسطورة أرعبت العالم في يوم من الأيام من غير لا جيش ولا مؤسسات، ببعض الفدائيين اللي معهمش غير خناجر وسيوف بس معهم عقول رهيبة. ودي يدينا درس يا صديقي ان انت ممكن بأقل إمكانيات تعمل أكبر فارق. وفي النهاية يا صديقي عرفنا في الفيديو ده مين هم الحشاشين وازاي نشأوا وامتى نشأوا ومين هو منشئهم اصلا يا صديقي وليه تسموا بالاسم الغريب العجيب ده، وعرفنا كمان ايه مذهبهم وازاي كانت نهايتهم بطريقة مرعبة. وبس كده يا صديقي، انا كده مهمتي انتهت. باقي مهمتك انت يا صديقي انك تعمل لايك واشتراك وتقول لنا رايك المهم جدا في التعليقات يا صديقي، واللي انت تنشر الوعي وتنشر التاريخ الصحيح بين الناس يا صديقي. وبس كده عشان ما اطولش عليك يا صديقي، اسال الله ان عنكم الهموم وشرح لنا ولكم الصدور واسعد اوقاتنا واوقاتكم، فانه هو الحي القيوم وهو يعلم اني فيه يحبكم، فانه علام الغيوب. كان من توفيق فمن الله وان كان من خطأ فمني ومن الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.